نشوفها يا محمد لو جاهزه المفاجاه. بيعمل كرة عرضية بترول اسيوط والاسماعيلي. طيب يا سيدي مش تقول لنا يا محمد؟ ما شاء الله. عندنا الحقيقه انتاج اكثر من رائع يا استاذ سيف. يعني حاجه جميله جدا. بيجوا لنا جري، يجوا لنا من اسكندريه، جم من اسيوط جري، ما شاء الله بنشكرهم شكر جزيل. طيب يلا قول لنا بقى كده يا استاذ سيف رايك في هذا اللقاء. 3-1 للاسماعيلي. 3-1 للاسماعيلي. كنا بنتكلم على ادي ضربه جزاء ضائعه من بترول اسيوط. عطيه صابر المتخصص في التسجيل ولا في الاضاعه. يعني هو عامل زي جمعه مشهور كده في طلائع الجيش. يسجل ويضيع لما كان في طلائع. نعم. الاسماعيلي ضربه راس رائعه. ده طبعا ده الهدف الاول محمد حمص بالظبط. احنا قلنا خلاص بقى اسمه محمد فوزدو يا كابتن. ايوه محمد لوز. محمد لوز. يعني حمص يعني خلاص الراجل يعني نضج وما شاء الله على مستواه. ده في الدقيقه 44. ده من نهايه الشوط الاول بالظبط كده. وطبعا قلنا انه ضربه الجزاء اللي ضاعت كانت في الدقيقه 26. يعني البترول اسيوط اضاع ضربه الجزاء وكانت لسه نتيجه 0-0 بالظبط. تفرق طبعا لو انا تقدمت على الاسماعيلي، يعني اعتقد كانت ممكن تفرق معنويا ونفسيا انك انت تتقدم على الاسماعيلي وانت على ملعبك. نعم. وبعدين ضربه جزاء لما بتضيع كمان مع فريق كبير بتأثر. وادي حاله طرد. بس رجع في الطرد تاني، هنشوفه دلوقتي. هو طلع انذار التاني غلط. ده عبد الله الشحات يعني. عبد الله الشحات غلط. فرجع تاني ورجع وادى الانذار للاعب اخر من لاعبي الاسماعيلي. كان واضح ان هو ما اخدش باله من الرقم في المره الاولى او الثانيه. كان شريف عبد الفضيل واخد انذار. حصلت كتير في الملاعب بتاعتنا انك تطلع كارت وبعدين ترجع فيه. حصلت مع سمير عثمان على ما اعتقد يعني. نعم. وضربه راس يبدو دي الضربات الثابته وضربات الراس. وده قول لي طب النهارده مع احترامي ده عبد الله السعيد. لا ده هدف التعادل. ده هدف التعادل. انا اسف ده هدف التعادل بالظبط. ايه بقى لازم تخلع الفريق تاني بقى؟ هاني عبد الله. بعدين هاني انت يعني كنت لعيب في نادي الاولمبي ولاعيب كبير ولاعيب دولي في انبي قصدي يعني نعم. ما هو بتوع انبي بيروحوا على بطوله اسيوط على طول. هدف جميل. ده شويت عبد الله ما شاء الله عليه. يعني الجولين اللي جابهم في ماتش المصري حاجه متعه بصراحه. يستحق يا كابتن عمر الولد ده يروح المنتخب. ما فيش شك طبعا. لاعب فيه كل المميزات، لاعب امكانياته عاليه جدا فنيه، وعنده ميزه يعني مش موجوده عند لعيبه كتير، وهي ميزه التسديد باتقان. يمكن انا تابعت المباراه دي الحقيقه في الراديو. المباراه كانت مفتوحه، مباراه جميله من الفرقتين. رغم خساره بترول اسيوط لكن كان ليه تواجد هجومي خاصه في الربع او ثلث ساعه الاخرانيين، واضاعوا اكثر من هدف، وبالتحديد بعد التغييرات الهجوميه اللي اجراها الكابتن عامر. ايوه. بنزول عاشور التقي واعتقد مهاجم تاني فعمرو علام. اضاعوا بعض الفرص الحقيقه كان ممكن يعدلوا بيها النتيجه، لكن هي اجمالا كانت مباراه رائعه ومباراه مفتوحه. بترول اسيوط ادى بشكل جيد جدا، ويمكن دي تاني خساره على ملعبه من حرس الحدود والاسماعيلي. بالظبط. في الغالب بيكسب على ملعبه يعني، لكن ادى مباراه كويسه الحقيقه وفريق يستحق الاشاده. اتفق معاك تماما. اذا استعرضنا جميع اهداف اليوم لحضراتكم. حضرتك ان ساعات الجدول بيظلم بعض الفرق والتاجيلات. يعني انا بتقول